تعالي اقولك على سر هيخليكي لا تستعملي كريم ولا تعتمدي اي منتج غالي هتستعمليه لبشرتك عشان هتجربي الوصفه دي النهارده. مساء الخير عليكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وفي احسن حال دايما يا رب. هنبدا مع بعض فيديو جديد، انا متشوقه جدا 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 ان انا اعمله ليكم النهارده. يا رب اكون عند حسن ظنكم كده وتستمتعوا بالفيديو النهارده. بس قبل ما نبدا يلا بينا نعمل سبسكرايب للقناه لو انتي اول مره تشوفيني او لسه مش اشتركتي في القناه، وتفعلي زر الجرس علشان اي حاجه جديده انا بنزلها تجيلك. وكمان لو عجبك الفيديو ده النهارده تعملي لي لايك ليه بسرعه. عندنا حاجتين اتنين بالظبط النهارده في الفيديو، مش هناخد حاجات كتير نعمل بيها الوصفه. طماطمايه، ايوه طماطمايه زي ما سمعتي، وشويه شوفان حبه صغيرين كده مطحونين. عايزه اقول لكم ان الطماطم تعتبر من اكتر المواد الفعاله في علاج حب الشباب، وكمان اللي عرفته واللي فهمته يعني على حسب ما قرات ان هي فيها مواد مضاده للاكسده زيها زي العرسوس وزي الكركديه وزي البن. كل المواد المضاده للاكسده تساعد على تهدئه البشره من الالتهابات والاحمرار اللي بتكون موجوده فيها والتهيجات اللي بتحصل للبشرة الحساسة. ده غير ان هي بتفتح البشرة مع الوقت، بتساعد ان هي تفتح البشرة وبتؤخر علامات الشيخوخة وبتحفز انتاج الكولاجين، وتعتبر من اكتر المواد الفعالة في علاج حب الشباب. ده غير الاحماض الطبيعيه اللي موجوده فيها طبعا اللي بتساعد على تنظيم انتاج افراز الزيت، طبعا الكلام ده للبشره الدهنيه. فاحنا كده يعني يعتبر ينفع نستعملها لكل انواع البشره، يعني هي ما فيهاش ضرر على اي نوع من انواع البشره، مناسبه لجميع انواع البشره. وبالمناسبه الفيتامينات الموجوده فيها هي فيتامين A و B و C، وده بالفعل مضادات اكسده قويه جدا بتساعد في كل الكلام اللي انا قلته ده. نيجي بقى لحبيبنا وحبيب الجماهير وهو الشوفان. الشوفان برضو فيه مضادات اكسده قويه، وكمان مقشر طبيعي وآمن وفعال جدا جدا. يعني بيدخل في حاجات كتير جدا جدا، ممكن تلاقي منتجات اصلا للاطفال ومنتجات للسكين كير ومنتجات لبشرتك والكلام ده كله داخل فيها شوفان. ده غير انه هي مناسب للبشرة الحساسة وآمن عليها قوي. يعني بعيدا عن مضادات الاكسدة اللي فيه، هو كمان في مادة الصابونين. مادة الصابونين دي اللي هي تعتبر مادة منظفة كده للبشرة، يعني ينفع ان احنا كمان نستعمله كغسول طبيعي لبشرتك يوميا. وفي شوية معادن زي مثلا الزنك والحديد والمغنيسيوم، والكلام ده كله بيساعد على التئام الجروح ويعني تهدئة الالتهابات. يعني بصراحة الطماطم مع الشوفان فكومبو جامد جدا بصراحة، وانا شايفة ان هو ماسك هايل وهعتمده الفترة الجاية جدا. يلا بينا بقى بسرعة نشوف الوصفة هنعملها ازاي هنا على بشرتنا. اول حاجه خلاص صفينا الطماطمايه بعد ما عصرتها وضربتها في الهاند بلندر. انا ضربتها عندي في المطحنه فقامت بالواجب يعني. فاهو طبعا دي طماطمايه وده دقيق الشوفان الحبه اللي كانوا عندي، فطبعا مش هناخدهم كلهم. احنا هناخد اول حاجه 3 معالق من عصير الطماطم. المفروض كنت احط الشوفان الاول عشان ما اضطرش اجيب معلقه ثانيه. وهناخد هنحاول بقى نحط بالتدريج كمية الشوفان لحد ما يبقى خليط كده متماسك يتحط على بشرتنا. هنبدأ بقى نحط الشوفان على 3 معالق الطماطم بالتدريج وبالراحة. طبعا الشوفان ينفع نعمله ماسك مع الزبادي عشان نرطبها، ينفع نعمله مع العسل عشان يهديها، ينفع نعمله مع مية الورد عشان يفتحها. بصوا يعني ينفع مع اي حاجة، ينفع مع مية الرز، ينفع مع مية اسمها ايه دي لبان الذكر. طبعا المفترض ان اي ماسك بيتطبق على بشرة نظيفة، فاحنا هنروح نشيل الميك اب على طول وننضف بشرتنا تماما ونيجي عشان نعمل الماسك. بس كده نضفت بشرتي، فهنبدأ ناخد بقى الماسك اهو بقى شكله. وهنبدأ، انا حاسة ان هو تقل شوية، هحط له تنتوفة طماطم. بسم الله.
خلاص كده الماسك خلص 10 دقايق ربع ساعة، وهشيله وهغسل بشرتي وهبقى تمام كده. تمام، غسلنا بشرتنا وبعد كده نشفتها تمام، وهبدأ بقى ان انا ارطبها معاكم. لازم يا جماعة اي حاجة بعدها الترطيب علشان بشرتك تبقى كويسة. كده انا خلصت معاكم الفيديو بتاعي النهارده، كان بسيط وقصير ان شاء الله ما يطولش، يعني ما يبقاش طويل. اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بس السبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو النهارده تدوسوا لي لايك. مع السلامه ودمتم في رعايه الله.